قطع باريس سان جيرمان شوطا كبيرا نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على برشلونة برباعية بيضاء في ذهاب ثمن نهائي. رباعية موقعة البارك دي برانس أحرز نصفها النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا. بين باريس سان جيرمان وبرشلونة قصة تحدي جديدة في دوري الأبطال هي التاسعة بينهما، منها فوزان لأصحاب الدار، أما البقية فكانت للكتالوني. معطيات تغيرت في موقع الذهاب بارك دي برانس للباريزيين الذين وإن غاب عنهم قائدهم تياغو سيلفا المصاب، إلا أنها تأتي في توقيت ممتاز للاعبي إمري الفائز مرة واحدة كمدرب على برشلونة في 23 مواجهة. اليافع كيم بيبي عوض سيلفا في مكان كافاني ودراكسلر ودي ماريا، الثلاثي الأبرز في الخط الأمامي للبي اس جي. بالمقابل عاد إنيستا لموقعه القيادي والأساسي في تشكيلة برشلونة التي تقدمها ثلاثي الأمسان فيما غاب ماتشيرانو للإصابة. البداية كانت تحت أنظار رئيس الاتحاد الأوروبي تشيفيرين ورئيس البي اس جي. باريس سان جيرمان تحكم في سير الشوط الأول ليتحصل على ركلة حرة مباشرة بعد خطأ من أومتيتي على دراكسلر، تولى تنفيذها الساحر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ليترجمها إلى هدف رابع عند الدقيقة 18. هدف أكد البداية الجيدة للبي اس جي. بالمقابل أهدر برشلونة فرصة وحيدة في هذا الشوط عبر أندري غوميز، لكن كرته جانبت مرمى تراب في ردة فعل خجولة للكتالوني. ولأن لكل مجتهد نصيب، نجح الألماني يوليان دراكسلر في تعزيز التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 40 بعد تمريرة رائعة من فيراتي. هدفان جميلان انتهى على وقعهما الشوط الأول لمصلحة البي اس جي. بعد الاستراحة انتظر الحضور ردة فعل حقيقية من برشلونة، لكن عزم أصحاب الأرض على التفوق مكنهم من تعميق جراح البارسا بهدف ثالث من نجم السهرة أنخيل دي ماريا عند الدقيقة 55. هدف في منتهى الروعة للنجم الأرجنتيني الذي غادر الملعب في تغيير تكتيكي للمدرب السعيد أوناي إمري، الذي أقحم أيضا كل من البرازيلي لوكاس ومتوسط الميدان كريستوف نكونكو مكان ماركو فيراتي. تغييران سرعان ما أتيا أكلهما بتنشيط خط الوسط حين ظهر الهداف إيدنسون كافاني ليبتعد بالنتيجة بهدف رابع عند الدقيقة 71، مؤكدا أحقية الفرنسيين بفوز عريض بميدانهم. بالمقابل ورغم التغييرات التي أجراها أنريكي بإقحام رافينيا مكان غوميز وراكيتيتش بديلا لإنيستا، بقي برشلونة في سباته العميق وخارج الفورمة، شأنه شأن ثلاثي الأمسان لتصعب مهمة التأهل أكثر على الضيوف للتدارك قبل لقاء الرد في كامب نو. في الواقع كان يبدو أمرا مستحيلا، لا يمكن أن نقدم أداء أفضل 4-0 وأن نسجل هدفين وفي عيد الميلاد. إذا أنا سعيد من أجل الفريق وقمنا بتطبيق التعليمات وقمنا بمباراة رائعة. فعلا كانت مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، ونجحنا في الضغط على المنافس واسترجعنا مباريات كرات ممتازة واستعددنا جيدا لذلك، والنتيجة مهمة جدا. يبقى لدينا 90 دقيقة لعب وهم خطيرون على ميدانهم. علينا أن نستمتع الليلة بهذه النتيجة ثم الاستعداد لمباراة العودة. وللحديث عن مباراتي الثلاثاء يحضر معنا في الاستوديو الكابتن هيثم فاروق محلل بقنوات بي إن سبورتس. كابتن هيثم مساء الخير، اهلا بك. مساء الخير، اهلا بك. بالمباراه طبعا مباراه القمه هذا المساء، البي اس جي فعل كل شيء في البارك دي برانس. بالفعل المباراه المثاليه، مباراه استثنائيه لابناء امري، ولم يتركوا شيئا لبرشلونه في هذه الامسيه. بالفعل النهارده باريس سان جيرمان عمل مباراه كبيره جدا، مباراه بلا اخطاء. مباراه كانت في وجهة نظري من جانب واحد، برشلونة النهارده لم يوصل للوجه الحقيقي، كان غائبا تماما. صحيح، لفريق كبير، فريق بطل الدوري الاسباني وبطل الكأس، وايضا فاز بالتشامبيونز ليج في عدة مناسبات، ولكن النهارده استحق باريس سان جيرمان الفوز بكل المقاييس رغم غياب اثنين من اهم العناصر عنده، تياغو سيلفا لاعب المدافع، وتياغو موتا لاعب خط الوسط، ده مصاب وده موقوف، ولكن قدر حقيقة أوناي إمري ان هو يختار العناصر الجيده. النهارده خط وسط باريس سان جيرمان حدث ولا حرج، تفوق كامل على خط الوسط في فريق برشلونه، سواء ماتودي او فيراتي او لاعيبه خط وسط نادي باريس سان جيرمان. كان لا وجود لبوسكيتس او الحقيقه اندري جوميز او اندرياس انيستا، تفوق كامل. نعم. قدروا برضو يحيدوا
ميسي ولويس سواريز لم اشاهده في مباراه اليوم. الوحيد اللي كان بيتحرك نوعا ما هو نيمار كان صحيح. تحرك خط الهجوم بالنسبه لباريس سان جيرمان رائع جدا، سواء دراكسلر او انخيل دي ماريا او اديسون كافاني، والثلاثه هم اللي سجلوا الاربع اهداف. واضح ان اوناي امري اوروبيا يختلف عن اوناي امري محليا، لان احنا شفنا البي اس جي في ليج 1 حاليا في منافسه شرسه بينه وبين نيس وبين موناكو. صحيح، ويلاحق من اجل الصداره. صحيح، موناكو هو المتفوق حتى الان، ولكن في البطوله الاوروبيه الحقيقه اوناي امري عنده خبره كبيره بالثلاث القاب اللي جابهم مع خاصة في هذا الامتحان كابتن هيثم. بالفعل بالنسبة لأوناي إمري كانت تحت ضغط كبير، حتى أنه في المؤتمر الصحفي عشية المباراة بالفعل تحدث عن هذه الثقة التي يجب أن يتحلى بها لاعبو باريس سان جيرمان، وخاصة في ميدانهم في البارك دي برانس، لأنه كان يعرف تماما بأن الانطلاق بنتيجة إيجابية ربما لم تكن متوقعة ب4 أهداف، لكن هي ستكون مفتاح على الأقل الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا التي ينافس من أجلها البي اس جي منذ سنوات، وخاصة إمري الذي أيضا تنقصه ربما الشجاعة بين قوسين أمام برشلونة. صحيح. هو الفوز الثاني في تاريخه، هو الأول بعد 23 مباراة قبل هذه الليلة. سجل أوناي إمري أمام برشلونة غير جيد، انتصار وحيد، والنهارده هو الانتصار الثاني، ولكن ساعده النهارده عوامل كثيره جدا. تفوق رابيو في خط الوسط، كان اميز لاعب في الفرقتين في خط الوسط في ظل غياب تياجو موتا. ايضا استغل اوناي امري الحقيقه الاخطاء ولعب على اخطاء فريق برشلونه، لعب على المساحات صحيح، لعب على المساحه اللي بين قلب الدفاع وبين ظهير الطرف، سواء الناحيه بتاعت اومتيتي وجوردي البا او الناحيه الاخرى بتاعت بيكي وبتاعت سيرجيو روبرتو. كان في تفوق غير طبيعي النهارده لعيبه باريس سان جيرمان، حتى المدافعين الاثنين بيلعبوا فول باك، سواء كورازاو او توماس مونيه، عملوا جيم عالي جدا بالظبط كده. حتى كيم بي قلب الدفاع بالاضافه الى ماركينيوس كانوا متفوقين الى حد كبير جدا. بي اس جي يستحق الفوز بكل المقاييس، وتبقى مهمه برشلونه في العوده صعبه، بل صعبه للغايه عشان تفوز برباعيه. انت عشان تتاهل كمان لازم تجيب 5 أهداف او تجيب 4 أهداف في الوقت اللي تمنع فيه باريس سان جيرمان ان هو يهدد مرماك، ودي مهمه اجدها انها في غايه الصعوبه. وان كان برضو كل الاحتمالات وارده، زي ما بي اس جي كسب 4 ممكن برشلونه يفوز برباعيه، ولكن النهارده لابد ان احنا ندي البي اس جي واوناي امري حقه في انهم عملوا مباراه كبيره امام فريق كبير اللي هو برشلونه، حتى وان كان مش في مستوى بالفعل مباراه استثنائيه، مباراه مثاليه. كابتن فاروق تبقى معنا للحديث عن المباراه الثانيه خاصه، لكن سينضم الينا من البارك دي برانس الان مراسلنا محمد الوضاحي. محمد مساء الخير، كيف هي ردود الافعال في باريس بعد هذا الفوز الكبير لبطل فرنسا؟ نعم مساء الخير. إذا مباراة مميزة لباريس سان جيرمان، وفوز لم يكن يحلم به حتى أبناء العاصمة الفرنسية، رباعية كاملة وأداء مميز في مباراة مثالية لفريق باريس سان جيرمان أمام حضور جماهيري كبير. وردود الفعل طبعا هنا في البارك دي برانس كلها مرحبة، وكلها يعني تبدي ذلك الارتياح وذلك الفخر أيضا بهذا الفريق وهؤلاء الشباب، وأيضا بطريقة المدرب أوناي إمري. إجماع هنا في هذا الملعب بأن أوناي إمري اليوم عرف كيف يواجه هذا العملاق الكبير، كيف يواجه هذه العقدة التي شكلتها له والتي شكلت لباريس سان جيرمان، وأيضا لهذا المدرب اليوم بالأسلحة التي يمتلكها والأوراق التي يمتلكها والمميزة أيضا في فريق العاصمة الفرنسية، تمكن من تحقيق هذه النتيجة التاريخية لباريس سان جيرمان. الجميع هنا يبدي الارتياح وينتظر الخطوة المقبلة من أجل كسب تأشيرة التأهل، وعلى حساب من؟ على حساب فريق شكل دائما عقدة للكرة الفرنسية ولباريس سان جيرمان تحديدا، خصوصا في موسمين متتاليين في دوري أبطال أوروبا.